تعرفوا ايه عن التوك توك الكهرباء؟ بعض الدول بيعتبروا ان التوك توك مركبة غير مطابقة للمواصفات الامنية، لانه يعتبر مفيش اي وسائل امان فيه. ابسط امثلة على كده ان مفيهوش حزام امان ولا حتى ابواب، ويعتبر ارخص مركبة بديلة للسيارات. استخدامه الكبار والصغار كمصدر دخل ثابت ليهم، ولكن الاستخدام الاشهر ليه هو استخدامه في اتمام عمليات الاجرام والسرقة والاختطاف. ولكن مع تقدم التكنولوجيا قدرنا ان احنا نصنع توك توك كهرباء بديل من التوك توك البنزين، والفرق هنا ان الموضوع بقى امن ومراقب. وصرحت احدى المحافظات انه هيتم استخدامه بديل للتوك توك البنزين. والمقدمه اللي احنا قلناها دي ترجعنا لسؤال مهم جدا، وهو تعرفوا ايه عن التوك توك الكهرباء؟ هو فكرته زي فكره البنزين بالظبط. بدل ما انا احط للتوك توك بنزين وابدا اتحرك بيه، هنا الموضوع مختلف خالص. هنا اخد التوك توك وبعدين احطه على الشاحن، وبعد ما التوك توك يشحن اخد التوك توك واتحرك بيه. ده الفرق ما بين التوك توك البنزين والتوك توك الكهرباء. طالما نتكلم على مواصفات التوك توك الكهرباء سريعا، وفي نهايه الفيديو اعمل لك مقارنه مفصله ما بين التوك توك الكهرباء وكمان التوك توك البنزين، وفي النهايه هتعرف تحدد انهي الانسب ليك، هل التوك توك الكهرباء ولا التوك توك البنزين. التوك توك الكهرباء بينزل بموتور قدرته 4 كيلو واط بما يعادل 8 حصان، وبطاريه 8 كيلو واط، ومدى السير 100 كيلو متر في الشحنه الواحده، واقصى سرعه للتوك توك 50 كيلو متر في الساعه. وطريقه شحن التوك توك انك تقدر تشحنه من اي فيشه عاديه في زمن لا يتعدى 3 ساعات، وتكلفه الشحن على العداد 10 جنيه. وده بالنسبه للمواصفات الميكانيكيه. طالما نتكلم على الابعاد، الطول 2 متر 30، والعرض متر 20، والارتفاع متر 58. الشاسيه المصنوع بيه توك توك الكهربائي من الحديد، وباقي المواد المستخدمه فيه من الصاج والفبر والبلاستيك المقوى. لو جينا للتصميم الامامي، فالتوك توك هنا بينزل بفوانيس من النوع الليد، وكمان واخده وضع النسر المحلق، وكمان الاضاءات بتاعتهم كويسه جدا. في الزجاج الامامي هتلاقي عندك مساحه، لو نزلنا تحت شويه هتلاقي عندك عجله اماميه، وكمان مدعمه باتنين مساعدين. ولو كانوا صنعوا التوك توك ده باربع عجلات كان الموضوع هيكون افضل شويه. من الجنب كده زي ما انتم شايفين التصميم واخد وضع الكوبيه الى حد ما. عندنا المرايات هنا مانوال، وكمان عندنا الاكره بتاع الباب شبيهه جدا بالاكره بتاعه العربيات اللي عندنا. عندنا الزجاج هنا كبير جدا، وكمان الرؤيه الداخليه هتكون اوضح بشكل كبير جدا. التصميم الخلفي هنا تصميم بسيط جدا، وزي ما احنا بنقول عليه هنا ستريم لايند، والاضاءه الخلفيه من النوع الهالوجين. احنا كده اتعرفنا على مواصفات التوك توك الكهربائي من الخارج. تعالوا نتفرج عليه من الداخل عامل ازاي، وشوفوا كم الاوبشن اللي موجود فيه. تعالوا عد معايا. طبعا حاجه بالسعر ده اكيد مش هنتكلم على الخامات قد ما احنا هنتكلم على الاوبشن. لاول مره توك توك كهربائي ينزل بتكييف. اي نعم هو تكييف على قده شويه، ولكن رضا الحمد لله. عندنا هنا كاسيت، وكمان متصلين هنا بسماعات. زائد عندنا فتحه سقف، ودي اول مره نشوفها في توك توك كهربائي. زائد ان الزجاج هنا كهرباء. زائد عندك سنتر لوك. زائد عندك زراير للمروحه وكمان للمساحات الاماميه. بالاضافه الى عندك داشبورد بتنقل لك مواصفات الرحله بتاعتك، وبتقول لك مدى الشحن البطاريه كام في الميه، وكمان المدى اللي انت هتقدر تستخدمه خلال المدى المتبقي من البطاريه. من الواضح هنا ان الاوبشن كبير جدا، وانا اعتقد انك مش هتحتاج حاجه اكتر من كده في الاوبشن. طريقه السواقه بتاعته زيها زي التوك توك البنزين بالظبط، مفيش اي اختلاف. كل الحكايه ان هم بدلوا ما يعملوا لك توك توك من غير ابواب ومن غير كم الاوبشن اللي انا ذكرته لك دلوقتي ده، عملوا لك توك توك كهرباء وزودوا لك كم الاوبشن اللي انا ذكرته لك دلوقتي. الحاجه السيئه اللي انت هتواجهها هنا في توك توك الكهربائي وهي الكنبه الخلفيه. اولا كده زاويه الدخول والخروج للكنبه الخلفيه مش افضل حاجه خالص. لو انت شخص مليان هيبقى من الصعب انك تخش للكنبه الخلفيه. زائد ان الكنبه الخلفيه قعدتها مش مريحه خالص. ولو انت بتحب تسوق وانت مرجع الكرسي لورا، فاعتقد ان كده ضيقت زاويه الخروج، وكمان ضيقت مسافه الليج روم اللي ما بينك وما بين الراكب اللي قاعد وراك. فاعتقد هنا الموضوع مش هيبقى لذيذ خالص. المشكله دي هتتحل لو كانوا خلوا التوك توك ده باربع ابواب، كان الموضوع كان هيبقى كويس جدا. وده اول اقتراح كنت انا عايز اقترحه للتوك توك الكهربائي. الحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش في هذا التوك توك وهي ان البطاريه الخاصه بيها من النوع الليثيوم اسود.
لو كانت الموضوع كان ليثيوم من النوع الليثيوم ايون كان الموضوع كان هيكون زياده شويه في المبلغ، ولكن كنت انت هتاخد افضل استخدام للبطاريه. والبطاريه دي شفناها في عربيه كهرباء كتير جدا، ولكن هدي لك ابسط مثال فيها وهي في الكيا سول. وكلنا عارفين طبعا ان الكيا سول ان الكفاءه البطاريه بتاعتها قلت جدا في فتره زمنيه صغيره جدا، في فتره لا تتعدى 6 سنين، وكانت البطاريه بتاعتها برده كانت ليثيوم اسود. ولكن كلنا عارفين طبعا ان كل حاجه ليها عمر افتراضي، والعمر الافتراضي للبطاريه ليثيوم اسود من 2.5 الى 3 سنين، وتكلفتها حاليا على حسب المصادر اللي احنا بانيين عليها الحلقه بتاعتنا دي، وهي تكلفتها من 2500 الى 3000 جنيه. اكيد بتسال نفسك سؤال مهم دلوقتي، هو ايه الانسب ليا، التوك توك الكهرباء ولا التوك توك البنزين؟ حضرتك هتحدد الاجابه دي دلوقتي بناء على المقارنه اللي انا هذكرها لك دلوقتي دي. تعال ما نشوف المقارنه مع بعض. لو احنا جينا دلوقتي نبدا بالتوك توك البنزين. اولا التوك توك البنزين بينزل بواحد سلندر 400 سي سي، بيطلع 8.5 حصان، ومتوصل بتانك بنزين سعته 7 لتر، ومتوسط استخدام اللتر الواحد 25 كيلو متر، يعني في حوالي ال7 لتر بيمشوك 175 كيلو متر. ده في حالة استخدامك للتانك كامل. وكمان لو قلنا ان التوك توك ده بتفوله بنزين 80، يعني انت بتفول ال7 لتر بحوالي 60 جنيه، يعني ب 60 جنيه هيمشوك 175 كيلو متر. طب نيجي للتوك توك الكهرباء. التوك توك الكهرباء زي ما انا قلت لك المواصفات بتاعته من شويه، ان هو بينزل بموتور قدرته 4 كيلو وات بما يعادل 8 حصان، وبطاريه 8 كيلو وات، ومدى السير 150 كيلو متر في الشحنه الواحده، وكمان الشحنه بتاعته لا تتعدى 3 ساعات، وتكلفه الشحنه الواحده لا تتعدى ال 10 جنيه. يعني انت في التوك توك الكهرباء هتشحن ب 10 جنيه وهتمشي 150 كيلو، انما في التوك توك البنزين هتشحن ب 60 جنيه وهتمشي 175 كيلو. فالاوفر ما بينهم هنا ايه؟ ان التوك توك الكهرباء موفر اكتر من 80% من قيمه التوك توك البنزين. تعالوا ما نتكلم على الابعاد ما بين التوك توك الكهرباء وما بين التوك توك البنزين. التوك توك البنزين الطول بتاعه 2 متر 62، والعرض 130، والارتفاع متر 62. لكن في التوك توك الكهرباء الطول هنا 2 متر 30، والعرض متر 20، والارتفاع متر 58. فالملاحظه هنا ان هتلاقي التوك توك البنزين اكبر من التوك توك الكهرباء، والمساحات في التوك توك البنزين افضل بمراحل من التوك توك الكهرباء. يعني انت بتتكلم في فرق ان التوك توك البنزين اكبر من التوك توك الكهرباء في الطول بحوالي 30 سم، والعرض اكبر منه بحوالي 10 سم، والارتفاع اكبر منه بحوالي 5 سم. فالابعاد والمساحات هنا هتكون افضل بالنسبه للتوك توك البنزين عن التوك توك الكهرباء. الصيانات اللي انت ممكن تقدر تعملها في التوك توك الكهرباء وكمان التوك توك البنزين. في التوك توك الكهرباء انت ما بتحتاجش تغير لا فلاتر ولا زيوت ولا اي حاجه، هي بطاريه بس بتحتاج تغيرها كل سنتين او 3 سنين على حسب استخدامك، وكمان بس بتغير تيل فرامل ان احتاج الامر تيل فرامل. انما التوك توك البنزين حضرتك بتغير زيت كل شهر او كل اسبوع على حسب استخدامك للتوك توك، زائد انك بتغير فلاتر وبتغير سيور وبتغير القصه اللي احنا بنشوفها في التوك توك البنزين. فاعتقد هنا في نقطه الصيانه فالتوك توك الكهرباء اوفر بكتير من نقطه الصيانه. ودي مقارنه بسيطه كده ما بين التوك توك الكهرباء والتوك توك البنزين. الخلاصه كده عشان الم لك الدنيا كلها ان التوك توك الكهرباء معاك اوفر من التوك توك البنزين من خلال الصيانات ومن خلال الموتور وكمان استخدامك للتوك توك. لكن المساحات في التوك توك الكهرباء صغيره جدا وما تناسبش الاحجام الكبيره ولا تناسب الشغل اليومي، لكن التوك توك البنزين المساحات فيه كبيره جدا، وده هيسبب اريحيه للاشخاص اللي يقعدوا في الكنبه الخلفيه وياخد عدد اكتر من التوك توك الكهرباء. وبس كده الفيديو بتاعنا بيكون خلص. انا عبد الرحمن علي، ولو ليك اي سؤال ممكن تقدر تكتبه لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك في اسرع وقت ممكن.